بشكر الناس فعلا اللي فادتنا وكلمتنا على الايميل او على الفيس او بعتت لنا كومنتات او رسائل على اليوتيوب. الناس، في بعض الناس بعتت انتقادات وقالت موضوع السكريبت بالنسبه للورق والكلام دوت. احنا طورنا لكم الحاجه وبقت لاب. سيبنا خالص شغل الورق والكلام ده خالص، بقينا اول الحمد لله واحده واحده بنبدا نعمل شغل احسن. وده برضو يعني بناء على انتقاداتكم وكلامكم. يعني لو محدش فيكم كان قال لنا بلاش شغل الورق ولا الكلام دوت ما كناش عملنا على اللاب، كان زماننا برضو لسه بنكتب ورق وكان الموضوع هيفضل يستمر بكده. الموضوع المكان اللي احنا بنصور فيه ممكن ما يكونش المكان قد كده معاكم، او المكان صغير او المكان مش حلو، بس احنا مش بنقدم لكم مكان، يعني احنا مش بنعرض مكان للبيع، احنا بنقدم لكم الكلام ان انتوا تقدروا تستفيدوا بيه. ولو في اي انتقادات تاني كلمونا وابعتوا لنا كومنتات على اليوتيوب او على الايميلات او على الفيس او على صفحة القناة. خش يا ابني. حاضر. هقول لكم انا بقى كلامي عندي قوي. مبدئيا كده انا برضو هو نفس اللي الناس كلمته، ناس كلمتنا برضو، ناس بعتت على ايميلات القناه كلها والصفحه عندها على الفيسبوك اللي شايفين الرابط بتاعها قدامكم دلوقتي على الشاشه. انا عاوز اشكر كل الناس اللي بتساعدنا وبتساعدنا لحد النهارده في الكلام ده، والناس اللي قالت احنا ممكن نكون بنقلد اي حد مش عارف إيه. احنا مش عيب اللي احنا نستفاد من تجارب الناس اللي اكبر مننا او الشخصيات اللي اكبر مننا. احنا بنقولها هنا في البرنامج، احنا كان اكبر دافع لينا عشان نعمل البرنامج ده، مش عشان نعمل اكبر دافع لينا بخلينا نطور في حاجات في الحلقات كلها، هي اللي احنا بنتعلم من دكتور باسم. ده مش عيب، مش عيب ان احنا نتعلم من شخصيه زيه، لان هي شخصيه محترمه جدا وشخصيه يعني كبير في النقد الساخر بصراحه. فده مش عيب. اما حتى احنا بنقلد، احنا ما بنقلدش حد، احنا ده اسلوبنا لوحده وده اسلوب خاص كل واحد فينا من يعني اعضاء البرنامج اللي انتم شايفينه بتشوفوهم قدام الكام او اللي ورا في الكواليس، كل واحد له اسلوبه لوحده خالص. ف يا ريت ما تقفلوش الباب في وشنا واستحملونا قوي، وان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم وتشوفوا الكلام ده. خد يابا انا ما عنديش كلام اقوله اساسا. اتفق والاتفق ده يعني هقول لكم ايه بس من النهايه، كل واحد يقفل الفيديو. انت يلا يا انت هو اقفل الفيديو، يلا اقفل الفيديو يا انت هو. سلام.